السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات، عاملين ايه؟ فيديو جديد مع حضراتكم من قناتكم لفة في مصر. مع حضراتكم شادي الغنام. اللي اول مرة بيتابعني، دي قناة متخصصة في ان هي تلف في البلد ونشوف كل المعالم السياحية اللي في البلد والتطوير اللي بيحصل في البلد، وبنشوف كل جديد قدام حضراتكم على الحقيقة. احنا دلوقتي يا حضرات في التجمع الخامس، وداخلين على التجمع الثالث. ويا حضرات من هناك هنركب طريق الدائري وهنشوف التعديلات اللي حصلت في طريق الدائري، وهنمشي في دائري التجمع، وبإذن الله هوريكم ازاي نطلع على مصر الجديدة، سيتي سنتر الماظة، نروح صلاح سالم. هنشوف كل الكلام ده مع بعضينا، ازاي نروح زهراء مدينة نصر، التجمع الاول، اكاديمية الشرطة. كل الكلام ده هنشوفه خلال الفيديو ده، تابعوني وهنشوف كل جديد. احنا دلوقتي يا حضرات مجرد ما خلصنا الشارع كده بناخد يمين، ده الشارع اللي فيه مدرسة اخناتون. بيطلعنا كده بيكون على شمال حضراتكم القطامية هايتس. كومباوند القطامية هايتس ده من ارقى وانضف الكومباوندات اللي موجودة هنا في القاهرة في التجمع. حاجة جميلة جدا. بيقول لحضراتكم التجمع الثالث، الجامعة الألمانية، نلف ونرجع تاني. احنا كده يا حضرات في محور جمال عبد الناصر، وعلى شمال حضراتكم من هنا كده ده سور القطامية هايتس. السرعة هنا 80. متابعين مع حضراتكم في الطريق اللي بيودينا على الطريق الدائري، ومن هناك يا حضرات هوريكم الكوبري الجديد اللي اتعمل بينزل على مدينة نصر على طول. ولو حابين تطلعوا على محور الشهيد، كوبري اتعمل اختصار ممتاز جدا يمشي موازي لمحور المشير طنطاوي. من هنا يا حضرات اللي متجه الى التسعين الجنوبي يخش يمين، اللي متجه الى منطقة الشويفات نخش يمين، وده اسمه شارع الامل. مجرد كده يا حضرات الطريق بياخدنا اجباري واحنا ماشيين. هنا في تصوير هيبان مع حضراتكم دلوقتي في الفيديو، تصوير حزام وموبايل وسرعة. وده منظر الفلاشات تحت الكوبري يا حضرات، ده منظر الرادار. أنظمة الرادارات الحديثة بقت في كل مكان في البلد، في التجمع وفي مدينة نصر وفي مصر الجديدة، في كل مكان على الطرق السريعة. احنا هنا كده يا حضرات لو حابين نطلع على القطامية، طريق السخنة، المعادي، بننزل النفق اللي قدام حضراتكم على اليمين ده، وادي اليافطة موضحة مع حضراتكم. بننزل النفق اللي على اليمين. حابين نطلع على مدينة نصر، طريق السويس، مطار القاهرة، بنكمل على طول كده مباشرة مع حضراتكم. حابين نطلع على التجمع الأول، طريق السويس، مصر الجديدة، مطار القاهرة، من تحت الكوبري ده يمين. محور الشهيد، محور المشير، مدينة نصر، المقطم، حي الأسمرات، ننزل وسط البلد ممكن من خلال الكوبري اللي قدام حضراتكم على الشمال اللي بيقطع الدائري ده. حضرات الكوبري ده ممتاز جدا، خدنا من المنطقة في التجمع الثالث ويودينا لحد ما نحب مثلا نطلع على اماكن كتير جدا. دلوقتي هنا يا حضرات بقى انا عايز اوريكم ايه اخر التعديلات والتطويرات اللي حصلت على الدائري في الفترة الاخيرة، وايه التغيرات اللي حصلت وايه اللي بيحصل. احنا دلوقتي يا حضرات على الدائري. انا هاخد الحارة اللي على الشمال شوية عشان احاول ان اصور لحضراتكم اللي بيحصل. بيعدي من قدام حضراتكم كده بنك مصر، ماكدونالدز، بنزيمة شيل اوت، I love you Egypt مكتوب عليها كده، جميل جدا. بصوا يا حضرات الدائري هنا مقفول اهو، الدائري في الحارة اللي في الجنب ده مقفول زي ما حضراتكم شايفين كده. الطريق اللي في منتصف الطريق بين الدائري مقفول، وطريق الخدمات هو اللي شغال.
هوري لحضراتكم بشكل احسن قدام شويه. ده بيفل الار سي في، وده الدائري يا حضرات. طبعا عاملين تكدس مروري هنا بسبب اعمال الانشاء. هوري لحضراتكم كده من على بعد. اعمال انشاء وتطوير في كل مكان، مباني هناك اهي. والناحية التانية يا حضرات الرمال زي ما حضراتكم شايفين كده، هي في منتصف الطريق، في الطريق اللي في الدائري في النص. هيوسعوا الطريق، هيعدلوه، هيظبطوه، لغوا النفق. فدي حاجة هنشوفها إلى حد ما. هنشوف إيه آخر تطورات مشروع تطوير وتوسيع طريق الدائري من كوبري جوزيف تيتو إلى تقاطع الاوتوستراد المشير. زي ما حضراتكم شايفين كده الشغل اهو. فدي حاجة ممتازة على فكرة. أنا بصراحة بكون فرحان جدا لما بصور مع حضراتكم، وكل ما أروح في مكان ألاقي فيه شغل في كل مكان في البلد. دي حاجة تبسطني، برغم إن الوضع الاقتصادي عندنا في مصر صعب جدا والأسعار في غلو. بصوا حضرات، مباني إنشائية اهي هناك على أول دخلة التجمع القاهرة الجديدة. بصوا اليافطة بتقول لحضراتكم القاهرة الجديدة، المقطم، مدينة نصر. زي ما حضراتكم شايفين هنا هتشوفوا بشكل اوضح الطريق الدائري. الشغل قدام حضراتكم اهو، اللوادر شغالة، لغوا النفق، مساحة كبيرة جدا 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 على الطريق. شايفين المساحة دي؟ بنزيمة شيل اوت من الناحية التانية اهي. فطبعا ايه، الشغل كبير وعلى مسافة عالية. هنتابع مع بعض. احنا دلوقتي يا حضرات لو احنا حابين نطلع على طريق السويس مصر الجديدة مطار القاهرة على طول، كنا حابين لو حضراتكم عايزين تروحوا كايرو فيستيفال، بوابات كايرو فيستيفال من على الدائري هنا قدام على اليمين، منطقة ال90 من تحت الكوبري اللي احنا فيه ده حضرات كان يمين. هنا النفق اتلغى، كان في نفق هنا، النفق هم بيردموا النفق، ردموا النفق، والطريق اكيد هيوسعوه. طبعا هنا منطقة التجمع كايرو فيستيفال، من المناطق ومن المدن الجديدة اللي كانت فاضية من كام سنة وابتدى يحصل فيها تكدس مروري زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ده هنفترض ان هو بسبب الشغل اللي بيحصل، ولكن هو اصلا احنا عددنا بنكتر والمدن الجديدة عددنا فيها بيكتر. اما بقى بالنسبة لموضوع، بصوا حضراتكم اهو الشغل في كل مكان. فدي حاجة من الحاجات اللي بتبسطني. اما طبعا الوضع الاقتصادي والغلو اللي احنا عايشين فيه، طبعا ده بسبب ظروف اقتصادية عالمية اصلا في كل مكان في العالم. ولكن احنا عندنا بيحصل تطوير، التطوير ده دايم لينا. الشغل اللي بيحصل كل يوم ده هو مش الناس اللي شغالة دي بتاخد مرتبات والناس شغالة، احنا كلنا بنتأثر او العالم كله بيتأثر من اللي بيحصل. بصوا اهو الشغل، احنا على شمال اهو كايرو فيستيفال، ده كايرو فيستيفال يا حضرات. مباني كايرو فيستيفال من على الدائري. طبعا السرعة على الدائري 90، في رادارات وأنظمة مراقبة على الطريق في كل مكان، نلتزم بالسرعة. احنا هنا كده يا حضرات مكملين بقى في الدائري. اللي حابب يكمل معايا الفيديو، احنا خلصنا مرحلة تطوير الدائري في الفترة اللي فاتت والغاء النفق. احنا كده على يمين حضراتكم كايرو فيستيفال، ومتجهين مباشرة
لكومباوند جاردينيا من زهراء مدينة نصر، وهيبقى على يمنا كومباوند تاج السلطان، وهنكمل على طريق السويس وننزل على الماظة مصر الجديدة صلاح سالم. وهنا حضارات ايكيا من على الدائري، هنا ايكيا، المباني اللي جوه كايرو فيستيفال الجميلة. من هنا يا حضرات لو حابين نطلع على ال90 الشمالي محور مصطفى كامل يمين على طول كده، التجمع الأول أكاديمية الشرطة زهراء مدينة نصر، وهنتابع مع حضراتكم في الطريق. هنا على يمين حضراتكم المجمع الأمني التابع لوزارة الداخلية، على شمال حضراتكم من على الدائري. أول ما تشوفوا المباني دي احنا كده وصلنا، بيكون على يمين حضراتكم أكاديمية الشرطة، التجمع الأول على طول مطار القاهرة طريق السويس، بيقابلنا كوبري زي ما حضراتكم كده شايفين، بنعدي من تحت منه نطلع أول طلعة يمين. أول طلعة يمين دي يا حضرات بتنزلنا على مدينة نصر. بصوا أنظمة الرادار اللي بتضرب على الشمال خالص كده، دي أنظمة رادار حزام وسرعة، وهنا السرعة على الدائري 90. بنطلع يمين من هنا يا حضرات كده، يمين يودينا على مدينة نصر. حابين نطلع على الحي العاشر، حابين نلف ونرجع تاني الدائري المعادي، بنطلع على زهراء مدينة نصر. معاك بقى الطريق، انا هوري لحضراتكم الطريق لحد السابع على طول كده لو احنا عايزين نطلع على طريق السويس ومطار القاهرة. بس انا هطلع طريق السويس من مكان افضل هوريه لحضراتكم، وممكن يوفر مع حضراتكم عدد كيلوهات ووقت في بعض الاوقات لو الدائري واقف. احنا هنا كده طلعنا على زهراء، على الصينية اللي بتودينا على زهراء مدينة نصر. الكوبري كده حضراته بيكون المجمع الامني قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين كده من على بعد. اول نزله من على الكوبري يا حضرات لو احنا عايزين نطلع على طريق السخنه او نكمل تاني في الدائري اتجاه المعادي، اول ما بننزل كده من على الكوبري هنا يا حضرات بنخش اول يمين، اول ما بننزل من على الكوبري بنكون هنا في زهراء مدينة نصر كده على طول يا حضرات. زهراء مدينة نصر بنعدي بقى على تقاطع حسن مأمون، حابين نروح النادي الاهلي، حسن مأمون السابع، شركة انبي، محور جهان السادات. حابين نطلع على طول كده نطلع على رمسيس، نطلع على كوبري اكتوبر على طول كده مباشرة، يودينا على كوبري احمد سعيد، يودينا على الحدايق، يودينا على صلاح سالم، على الاستراد. شبكة الطرق لما ربطت كلها ببعض بقى الموضوع افضل واحسن بكتير. احنا هنخش يمين من هنا كده يا حضرات، كده اول ما بنخش يمين بصوا منظر العماير على بعد في كل مكان ازاي. هنا اللي على شمال حضراتكم المباني والعماير اللي هناك دي تابعة لزهراء مدينة نصر. المباني اللي في وش حضراتكم هناك دي كومباوند جاردينيا سيتي، كومباوند جاردينيا سيتي. بيقابلنا صينية كده زي ما حضراتكم شايفين من جنب الصينية كده. طبعا هنا كل دي كومباوندات جديدة كده على طول. هنا كده نطلع على تاج السلطان على طول كده، تاج السلطان من هنا. اما كومباوند جاردينيا سيتي فكومباوند جاردينيا سيتي نطلعوا من هنا. ودي شكل مباني كومباوند جاردينيا سيتي. سوري، ده شكل مباني كومباوند جاردينيا سيتي. ده مدخل بوابات جاردينيا، فندق توليب من جاردينيا سيتي. ده فندق توليب من جاردينيا سيتي. فأصبح إن احنا في جوه كومباوند جاردينيا سيتي فندق توليب. ده ظهر فندق توليب. قدام حضراتكم الناحية التانية كومباوند تاج السلطان، وده كومباوند تاج السلطان يا حضرات، من كومباوندات الرايقة جدا. تاج السلطان، ده تاج السلطان، وعلى شمال حضراتكم جاردينيا سيتي.
حضرات هنتابع مع حضراتكم في الطريق. بمجرد يا حضرات ما نوصل لنهاية الطريق بيقابلنا كوبري بالعرض كده، احنا في ظهرنا زهراء مدينة نصر، على طول كده الصينية ناخدها على طول طريق السويس مصر الجديدة، يمين الدائري التجمع الأول، شمال محور الشهيد. احنا هناخد الصينية دي كده يمين، مجرد ما هناخد الصينية كده يمين يا حضرات هوري لحضراتكم ايه اللي حصل هنا. برضه بيكون بنزيمة شيل اوت على ايدنا اليمين كده، قطعنا الصينية وكملنا على طول، وتشيل اوت على ايدنا اليمين. من هنا بقى يا حضرات حابين نكمل في طريق السويس اتجاه مدينتي والرحاب والشروق وبدر، اتجاه السويس. بننزل من تحت الكوبري اللي هيقابلنا ده يمين طريق السويس. عايزين نروح بقى اتجاه مصر الجديدة من طريق السويس، بناخد الكوبري الجديد ده اللي قدام حضراتكم هنشوفه دلوقتي. الكوبري ده اتعمل من الكباري الجديدة برضك، شبكة الطرق محترمة جدا، اتعملت بشكل ممتاز، ربطت البلد كلها ببعض. وقد ايه انا فخور ان انا بقدم لحضراتكم محتوى مفيد مهم، انه بفرج لحضراتكم البلد ايه التطورات، وعلى قدر الامكان بنحاول نلم كل المعلومات وبنضيفها مع بعضينا. احنا هنا كده حضرات نزلنا على طريق السويس، الكوبري كده نزلنا مباشرة على طريق السويس. بيكون على يمين حضراتكم لوكيشن وماكدونالدز ومستر، كل ده على شمالنا في طريق السويس. اما كده على طول لو انا طلعت من على الطريق، طلعت من الحارة الجانبية وتقدروا تخشوا تاني. لو احنا عايزين نروح على شارع الصعقة، حابين نروح على شيراتون مطار القاهرة، بنخش يمين من تحت الكوبري اللي جاي ده حضرات، بنخش يمين نطلع على شيراتون ونطلع على مطار القاهرة. وانا هوري لحضراتكم الطريق من هناك كده على طول، وانا صورته لحضراتكم في فترة لاحقة ازاي نطلع على الماظة والمنطقة اللي حصل هناك، وهبقى صورها لحضراتكم في وقت تاني. لكن دلوقتي هنخش يمين من هنا كده، دخلنا يمين في اتجاهنا مباشرة لشارع الصعقة منطقة شيراتون، وهوري لحضراتكم الطريق من هناك. احنا هنا كده حضرات قريبين من مطار القاهرة، يمين كده دخلنا على طريق شارع الصعقة. وبمناسبة المطار، الطيارة احنا هنا قريبين من المطار. على يمين حضراتكم من هنا كده سكودا، احنا كده على طول نطلع على طريق شيراتون. نادي وادي دجلة هيكون على ايدنا اليمين. حابين نطلع على مطار القاهرة، حابين نطلع على طريق النصر، شيراتون المطار، صلاح سالم. وانا هوريكم ازاي نطلع على صلاح سالم مصر الجديدة طريق العروبة، وازاي نروح على نادي وادي دجلة وشيراتون مطار القاهرة. في نهاية الطريق كده الطريق بياخدنا يمين، شايفين هنا الخطوط لاين ثابت يعني ما تطلعش من حارتك، تمام. وبعد كده بص اللاينات اتقطعت، يعني تقدر انك انت كده بعد كده. على فكرة هي الدولة ابتدت تاخد بالها من التخطيط الطرق والكلام ده كله، ويا ريت احنا كمان ناخد بالنا من الكلام ده. هنمشي مش هيحصل تكدس مرور، مش هيحصل حاجات كتير، مش هيحصل وجع قلب على الطريق. على طول كده مباشرة لو احنا عايزين نطلع على شيراتون المطار هيبقى نادي وادي دجلة على ايدنا اليمين. حابين نلف ونرجع تاني على صلاح سالم مدينة نصر. اول ما بنلف من تحت الكوبري كده بيكون بي اوتوز للسيارات على ايدنا اليمين، وبنكمل على طول كده يا حضرات من جنب مبنى عامر جروب
هنخش يمين في محور احمد اسماعيل، مشير احمد اسماعيل، بيطلعنا مباشرة على الكلية الحربية، وهنشوف الكلام ده قدام حضراتكم حالا. من هنا كده يا حضرات على طول لو احنا عايزين نروح على سيتي سنتر الماظة على طول بنلاقيه على الشمال. حابين نطلع على النادي الاهلي مدينة نصر على طول. حابين نرجع تاني على طريق السويس على طول. حابين نطلع على شارع المشير احمد اسماعيل طريق العروبة صلاح سالم، بنخش يمين هنا كده حضرات، بيكون على شمال حضراتكم وعلى يمين حضراتكم عامر جروب اهو. ده عامر جروب، مبنى عامر. احنا في شارع المشير احمد اسماعيل شيراتون، متجهين كده على طول مباشرة لصلاح سالم طريق العروبة، وبيكون على طول قدامنا حضرات الكلية الحربية. اخر الطريق ده صلاح سالم. يمنا لو احنا عايزين نطلع على الأكاديمية البحرية اللي في شيراتون، يمين يا حضرات اي يمين من هنا يطلعنا على الأكاديمية البحرية اللي في شيراتون. كده يا حضرات احنا وصلنا لنهاية الطريق. بيكون قصاد حضراتكم الناحية التانية سور الكلية الحربية، وبنطلع كده على صلاح سالم، بيكون على يمنا فندق هيلتون شيراتون المطار. حابين نطلع على طول بنطلع على كوبري المطار. اشوف وش حضراتكم في فيديو اخر في قناتكم لفة في مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.